خلاك خلاص، انت وعدتني انك ما تتكلمش. حق باقت هو انت ادعيت انه كافر صح؟ نعم احسنت. هل انا كافر زيه؟ انت بتعبد الحاكم. لا ما بعبدش حكام، لا عاذا حلو بالله، انا قوي. بعبد الله الواحد موافق. الاحد القهار. لحظه لحظه. ايوه. موافق وبتدافع عن الطاغوت عدو الله ورسوله عبد الفتاح السيسي. لا ما بدافعش عن حد، ولكن هو رئيسي ومؤيد لي في افعاله. انت مؤيد ليه في افعاله وتبقى كافر زيه. هي دليلك. بس اقف بقى. هي حلو. دليل، اخرس يا هي دليلك. اخرس يا شيخ احمد. الكفر مليان. اقف. ما هو هي دليلك ان انا برافو كافر، عليك. وانا اشهد احسنت. ان لا اله الا الله وان احسنت. سيدنا محمد رسول الله. ايه دليلك على اني انا كافر؟ حلو. مم. الاول خلينا نشوف الدنيا. انت لما بتيجي بتقول ايه عشان مم. تخش الاسلام لو نعم. دخلتموه اصلا يعني نعم. بتشهد ايه؟ لسه انت قايل دلوقتي بتشهد ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد وان رسول سيدنا الله. محمد رسول الله. عاوزك يا استاذ تركي تقول للناس يعني ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هو فسر لي التوحيد الشهاده. بالله. اه الشهاده هو التوحيد بالله، وان اسلم وجهي لله، والا ادعي مع الله الها اخر، واني اشهد برافو عليك. ان سيدنا احسنت. محمد هو عبد الله ورسوله. احسنت. برافو عليك. نعم. لما نيجي نفسر بقى اشهد ان لا اله الا الله نعم. لابد ان تكون يقينا ان لا رازق الا الله. الله، نعم. لا ضار الا الله. ولا نافع الا الله. ولا حاكم ومشرع الا. الله. فان حكم او شرع اي ملكا رئيسا اميرا بغير ما امر به الله ورسوله كان من الكافرين. نعم. احسنت. طيب. حلو. حلو خد عندك تمام. دي. انا معك في الموضوع ده. بس هندخل في اكمل. النقطه الثانيه. انا سمعتك لا 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 للاخر. لا لسه انا لسه ما كملتش لا بتكلم كمل. يا سيدنا. يبقى اذا اتفقت انا وانت، ولو الشيخ احا عنده اعتراض يرد. لا ما عندناش اعتراض خالص، كمل. حلو. حلو. كمل. ان لا حاكم الا الله ولا مشرع الا الله. نعم. تمام. لو خرج عليك اي حد يحكم بغير ما شرع الله فهو كده جعل من نفسه الها مع الله. صح ولا انا غلطان؟ لا انت غلطان. ايه بقى؟ يلا قول لي غلطي في ايه. اتفضل. غلطك فيها الاختلاف في التشريع بتاع الحكم ملوش علاقة بالكفر بالذات الإلهية. بمعنى طب اقف. عندما اختلف سيدنا علي مع سيدنا معاوية كان كل واحد يرى لا 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 اقف 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 اقف. لا 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 لا. وقف. دي بهجة حاجه. صابر، انا عايز اقول لك حاجه. استنى استنى اصبر بقى يا يا أحمد. استاذ. اصبر. اسمع اسمع. بص يا هو حبيبي. وقفته وانا وقفني. كمل يا عم باي. بص يا عم. نعم. يا عم التركي. الاختلاف نعم. على من يحكم كان أيوه. اختلاف على من يحكم من يتولى خلافة المسلمين، مش لا. بما يحكم مفيش به. اختلاف على من يتولى يا جدع الحكم. يا جدع اسمع. يا جدع اسمع. نعم. لم يختلف سيدنا معاوية ولا سيدنا علي على تشريعات الله، على دستور الله، على قوانين الإسلام والمسلمين. الدستور زي ما هو، والقرآن زي ما هو، والسنة نعم. زي ما هي التي كانت تشرع وتحكم كان اختلافهم بين عليه. الناس. يا كان أستاذ اختلافهم هي دي. عليه. يا أستاذ يا أستاذ كان على الحكم دي قصة تانية يا سعادة البيت. بنقول لحضرتك الدستور الكتاب ممكن السيسي ده يمشي أو واحد يطلع يتنافس معاه، لكن نعم. الدستور موجود زي ما هو. نعم. اللي احنا بنتكلمه بقى ان لا حاكم غير الا الله، اللي هي تشريعات الله، اللي هي اوامر الله، اللي هو دستور الله القراني والصحيح من السنه النبويه. اذا على كلامك ان كل اقف عند. الحكام العرب كافرين. احسنت. على كلامك انت كل مش حكام على كلام العرب. انا. اسمع يا استاذ تركي. مش على كلام نعم. انا، ده على نعم. كلام المولى سبحانه وتعالى. هقول لك انا عايز ازاي بقى. اتكلم ابو الترك بعد اذنك. اتؤمنوا بالكتاب بالقران بعد الكريم. إذنك اسمع انا عايز اسمع اتكلم. بس يا استاذ. تخلص النقطه يا استاذ، ما تخشش ترجيس كده. بص يا عم التركي. ربنا بيقول ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم ايه يا تركي؟ هم الكافرون. ومن لم يا يحكم بهجة بما الصابر. انزل الله فاولئك هم الايه يا تركي؟
عاوز اتكلم بعد اخرس يا ولد اما اخلص يلا مع سيدك تركي يلا اسمع. انت بتدلس، ده اسمه تدليس. ما هترد عليا هترد عليا تدليس. هترد عليا ماشي. ترد عليا ان شاء الله. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وفي آية اخرى الفاسقون، وفي آية ثالثة الظالمون. تمام. طب بعد مين إذنك بقى؟ خلاص. اسمعني بعد- ركز بعد- معايا بس ركز عايز معايا دقيقة يا شيخ أحمد. يا جدعان اخلص النقطة وهترد يا شيخ. انا اسمعني عايز ارد يا باشا بعد اسمع يا إذنك. شيخ احا هترد. هننتقل يا تركي اسمح لي ننقل الحساب ننقل الحوار مع الشيخ احا لانه بعد ضليع إذنك. في الاحاحه. أنا. اسمع يا شيخ انظر. احا بس اخلص انا لسه ما خلصتش نقطتي لسه ما خلصتش تتكلم وتقول لي خلصت انت؟ يا حبيبي. لا اله مش انت عاوز الدليل؟ مش انتوا اللي انا اللي مكفركم وسالتوني الدليل ايه يا واطي؟ بعد اذن السادة. مش تسمع يا واطي دليل تكفيرك ايه ماشي يا باشا عشان ترد عليه. ماشي. اقف عندك اقف عندك يا احا اقف عندك انا يا هقول احا اقف. انا هقول نقطة وكمل بعديها. اتفضل يا فندم. انت راجل متعلم وفاهم ودارس، بعد اذن حضرتك في 5 موانع للتكفير قالوها العلماء، ممكن تقولهم لنا؟ اقف بقى عندك بقى يا استاذ. يا استاذ بص حبيبي اه. بص حبيبي انا هنا مش بختبر علم بهجت ولا جهل بهجت. انا هنا بثبت كفرك للناس. طيب ماشي، ما هو انت عشان تثبت. اسمع يا ما هو أنت استاذ عشان تثبت. يا ما هو أنت- يا ما استاذ هو أنت- اسمع يا استاذ يا بيه اقف عندك بعد اذنك يا استاذ. انا مش فاتح باب فتح يا استاذ. هقول لك يا كلمة واحدة أستاذ. واسكت. هقول كلمة واحدة. اتفضل. هو ينفع اروح للدكتور اقول للدكتور اكشف عليا يا دكتور ورينا شهاداتك، او اساله في حاجه في الطب لا يا يقول لي- حبيبي انا مش انا اللي اسمعني. فاتت بكفرك يا استاذ. اسمعني. مش مين انا اللي يا فتى؟ بيه. مين اللي فتى بكفر يا باشا؟ العلماء اللي فاتوا بكفرك مين هم يا العلماء؟ المشايخ اللي مين فاتوا. هم؟ اقف مين عندك هم؟ بقى يا استاذ لا اله الا الله يا سعاده مين البيت. هم؟ يا سعاده البيت انا الاول اثبت كفرك للناس. انا بجيت بيت دلوقتي وبعدين عشان نسأل. حاطط عليك. يا سعاده البيت يا سعاده البيت انا هثبت كفرك للناس وبعد كده ابقى اروح دور وانا ابقى اجيب لك الدليل ادله مش دليل. فيديوهات طيب من ماشي. مشايخ وعلماء. انت عشان تتكلم في كفر واحد وتثبت كفر يا بيه انت كافر مش انا اللي بتكلم. العلماء هم اللي كفروك والدين. هم مين ربنا اللي العلماء كفرك دول؟ مش انا. اسمع يا هم مين كافر العلماء؟ اسمع يا كافر اسمع يا كافر اسمع يا كافر الاول. في 5 موانع للتكفير قولهم. يا استاذ يا كافر خدتني في قصه مراتك محجبه ولا لا وبنتك بتقول الالفاظ ولا لا ودلوقتي تقول لي موانع التكفير. انا بقول لك انت كافر وبجيب لك الادله. انت بقى فند الادله دي ورد عليها يا مش انت طب أنا عارف. هفند الادله وارد عليها. حلو ما أنت بقى. ما انت عايز تتكلم بامور يا علميه. كافر ما انا بقول لك اهو. تعالى بقى انا اعلمك، تعالى اعلمك حاجه. لا عشان مش بعد عاوز كده- اتعلم انا مكفر. اسمع بس عشان أفهمك نرجع للنقطه حاجة الاولانيه. لوجه الله. قلت لي ده انا يا استاذ انا بلخص للناس اللي لسه داخله. قلت لي ده انا بشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قلت لك انت كافر لانك تعبد طاغوتا من دون الله. واكدت لي انك مؤيد على السيسي ومؤيد لافعال السيسي واعمال السيسي. وانا قلت لك السيسي طاغوت عدو لله ورسوله كافر أنا بالدين. انا مؤيد للسيسي وافعال السيسي. عايز حلو اقول لك حاجه تبقى من الكفار زي السيسي. بقى اثبت لي الناس. تعالى بقى يبقى تعالى نقول للناس العب جوله عشان الناس اللي بتلعب دي. تعالى طيب بعد اذن حضرتك انا عايزك انا طب ايه رايك بقى ايه رايك عاوز بقى ادله كفرك ولا لا؟ عاوز ادله كفرك ولا لا؟ طب بعد اذن حضرتك عاوز ادله كفرك ولا لا يا رجاله؟ الناس اللي على البث الله يبارك لكم يا باشا، قولوا له بعد- عاوز أدلة كفرك أنك كافر وسيسي كافر وجيشه كافر ومؤيدينه وعماله من الكفار وشرطته كفار وقضاؤه كفار. يا حبيبي مش أنا اللي قلت عليكم كفار. أريحك. اللي قال عليكم أريحك. كفار الله ورسوله مش أنا. طب اسمع، الجوله 5 دقائق، ممكن حضرتك تاخد 2.5 وتديني 2.5؟ أنت عاوز مني أثبت لك إنك كافر وترد أيوة، عليا؟ اثبت لي. وانا هرد عليك في بص يا الدقيقتين شيخ ونص اللي فاضلين. بص يا شيخ احمد لو انا الوقت مفتوح ليك انا ما بعملش لا انا مش عايز وقت مفتوح ليا. لا، لا، انا عاوز يا اخد حبيبي. دقيقتين اتكلم فيهم. وماله في الوقت. ابدا اتفضل ابدا يا باشا، لحظة. ليك يا دقيقتين سيد دلوقتي. اتفضل يا سيد اتفضل. يا سيد افهم يا استاذ اتفضل. افهم يا استاذ. الوقت اللي حضرتك عاوز تستفسر من حاجه او ترد على حاجه بين اتنين بس اهو
بهدوء كده بدون لف لا ودوران ما توقفني بتدينيش فرصه، ما بتدينيش هديلك. فرصه. أنا عارف عايز- ليه؟ عشان أنا عاوز وقت. انت منافق مدخلي، الله منافق يسامحك. عبيد الله من يسامحك. الكفار. اقول لك يا باشا. انت كافر وتقول لي قول لي ادله كفر ايه؟ تقول لي مراتك بتلبس الحجاب ولا لا؟ بنتك بتسمع الالفاظ دي ولا لا؟ اثبت لي ان انت راجل البيت بعد الاول. حضرتك- عرفت انا بمنعك تتكلم ليه يا فاسق يا كافر؟ يا عم انا قابل كل حاجه تقولها لي، بس ممكن تديني اقف وقت عندك بقى. محدد. لا يا حبيبي وقفني في الوقت اللي انت عاوزه، بس اسالني لا في نفس لا انا عاوز الموضوع. اتكلم براحتي، اخد دقيقتين براحتك أتكلم يا فيهم. حبيبي براحتك، مش طيب. هقطعك الا بص خلينا نتفق على حاجه يا استاذ احمد. انت بتتكلم، لو انا عندي نقطه بستفسر اوقفك استفسر ترد عليا انت ما تستفسر. بتخلينيش اتكلم يا باشا. يا استاذ عشان انت منافق كذاب اشر. ماشي ماشي منافق. احنا من باب بنتكلم العدل. يا استاذ من باب يا العدل. استاذ يا شيخ احا يا شيخ احا، حضرتك بنقول لك انت كافر، وانت بقول لك لو قدامي هقطع رقبتك، بتقول لي لماذا كفرتني؟ لما جيت اقول لك ادله الكفر بتاعتك قلت لي انت مراتك لابسه الحجاب ولا لا؟ بنتك بتقول قدامها الالفاظ، اثبت لي ان انت راجل البيت. ايه اللي جاب ده؟ كون احمد شيخ احمد احا علي كافر ام لا؟ طيب خلينا بعد في إذن الكفر حضرتك. الاول نخلصها، نشوف بهجة راجل ولا لا بعدها. ايه رايك؟ طب انا هتكلم يبقى إمتى اذا في ده كله؟ اقف عندك، اقف يا شيخ احا اقف. يبقى اذا نحط شروط دلوقتي للحوار. واحد، طيب بعد الكلام إذنك. الكلام عن الكفر، كلام عن الكفر ماشي. بعد اذن تمام، حضرتك ادله الكفر. اسمعني بس اسمعني. تطول تاخد. ابدا انت يا عم احمد، خد نص ساعه. مش لا يلا بعد اذن حضرتك انا اخدت اتفضل دقيقتين يلا. وهم هديك دقيقتين. اولا يا بهجة صابر اتفضل. ما تقاطعنيش انا في ما ولا لا كلمة. لا انا مش محدد لك وقت، كلم زي ما انت عاوز. اتفضل. هيقاطعني واقسم بالله هيقاطعني. اقول لكم اهو. لا اول لو شيء في فرق بقطعك او بستفسر. انا ما بستفسر ترد عليا بس. اتفضل. لا ما تستفسرش، مش عايزك تستفسر. لا ازاي؟ لا ازاي؟ مش عايزك تستفسر. عشان أنا افهم. عايزك- مش انت أنا العالم، عايزك- مش انت العالم. انا عايز اتفضل. اتكلم براحتي بعد اذنك. بعد اذنك اتفضل يا احا اتفضل يا فندم. بهجة صابر اللي بيقول لك ده كافر وده مش ده كافر، ده بيكفر الوطن العربي كله، لان كل الوطن العربي ليه رئيس، كل دولة ليها رئيس، فده مكفر الحكام ومكفر الناس اللي بتتبع الحكام. فبهجة صابر الوطن العربي عنده كله كافر، واتحداه على هذا الكلام، لان كل مصر مؤيده سياده الرئيس السيسي، وكل السعوديه مؤيده محمد بن سلمان، وكل الاردن مؤيده ملك الاردن، لذلك كل الوطن العربي عند بهجة صابر كفار، واقسم بالله على ذلك هذا الامر صحيح. الحاجه الثانيه انا عايز اقول لبهجة طب صابر ممكن بس النقطة دي استفسار؟ اسمعني. استفسر بس في النقطة دي. استفسر في استفسر. النقطة دي. يعني كل الوطن العربي وكل مصر مؤيدة عبد الفتاح السيسي؟ ايوه كل مصر مؤيده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتحدى اي حد يطلع يقول غير كده. يا استاذ هل بتعتبرني مصري؟ لا انا بقول على المصريين اللي عايشين في مصر، لكن اللي بره طب- دول ما يلزموناش. طب وال 120,000 اللي في السجون دول مش مصريين؟ يا باشا ماليش دعوه بحد، دول عليهم احكام، دول خارجين عن القانون، خارجين عن القانون، عليهم احكام يا دول مش باشا، مؤيدين عبد الفتاح السيسي، مش مؤيدين عليهم بس موجود احكام في يا السجن باشا عشان- بالقانون. ما في لا محبوسين ما فيش. بالقانون يا باشا. يا استاذ القانون ده بقى، القانون ده الذي انزله الله على رسوله ولا قانون عبد الفتاح السيسي؟ وانا عايز اقول لك حاجه، والقانون اللي في امريكا اللي انت بتتحكم بيه وممشي بناتك وعيالك بيه بيحكم بما انزل الله ولا ما برافو بيحكمش؟ عليك. حلو، اقف هنا بقى، نقف هنا في النقطه دي. برافو آه. عليك والله، اثرت نقطه جميله جدا. يا استاذ اسمع. زنقتك صح؟ لا ما زنقتنيش، انا هرد عليك بس اتفضل. افهمك. هي اتفضل. امريكا انا ادعيت انها من المسلمين؟ ما العايش فيها ليه؟ حلو، برافو عليك. ما سمعتش الآية الكريمة اللي بتقول ألم تكن أرض الله واسعة؟ اكون معاك هنا تحترم سياده الرئيس، احترام الرئيس. أحترمه ليه؟ 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 ده رئيس أنا أيوان، عشانه. رئيسك هناك عند أمك مش عندي أنا. عشانه. لكن هو استغفر، وهو يبقى انت ده. اسمع يا معلقة، سمعتوا يا رجالة؟ مريم تعالى هيبدأ تعالى يخرج بابا. بقى، هيبدأ يقول لك شوف بنتي بابا وأمي وخالتك وأنت قاعد في أمريكا. القضية تعالى يا ماما، عرفت أنا تعالى مريم، بقطعك شوفوا ليه؟ بابا يا مريم. القضية أنت كافر ولا لأ؟ القضية تعالى بابوكي. أحمد الشيخ أحمد أحا الخارجي المدخلي عابد الطاغوت عبد الفتاح السيسي كافر أم لا؟
والله انا قلت عليك بالله كافر، إني انت بتقول لي ادله الكفر. يا بهجت، اقول لك يا ادله بهجت. الكفر، اقول لك ادله الكفر. نبدا في يا الادله، بهجت، انت مش نبدا قلت في لي اتكلم الادله، براحتك؟ مش قلت لي نبدا اتكلم في براحتك؟ نبدا في الادله. انت مش قلت لي اتكلم براحتك؟ مش ما هو هقاطعك. انت اولا دخلتني في امريكا واحنا بنتكلم، انت كافر ولا ما لا؟ انت امريكا حرقتك امريكا. لا اله الا الله. لا واكل شارب جدا. نايم بياخد اقف عايش. عندك بقى. لا يا قول لي حبيبي، موانع التكفير الخمسه لحم عشان خيري، تكفرني. يلا لحم انا مش خيري، عارف اشتم يا اخي، اخد راحتي. لحم خيري من الله، رزق الله، من عرق، وقاعد ليه في من البلد عضلاتي، اللي بما غير من ما أنزل عرقي، الله. من عرق يا راجل جبين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قيل أحسنت. للكافرين احسنت. كيف تسب؟ عارف ايه ده الكافر الغير المحارب. هو انا رفعت عليك سلاح؟ هو انت سيدنا حسان كان رفع السلاح على مين؟ وكان شاعر رسول الله وجند من جنود الله. هو انت جنود الشيطان اللي زيك لازم يشيلوا كلهم سلاح. اما انا اعمل ايه؟ هو المخبر اللي بيبلغ في الناس ده بيبقى رفع السلاح على حد. الكلمة سلاح. طيب ما انا بقول لك يا ريتك اسمعني. ماجد صابر لا يفقه اي شيء. اسمع عشان تتعلم يا معلقة. ربع حاجة هل تأويل، انت مكره خامس في حاجة تقليد. دول 5 موانع للكفر: يا الجهل أستاذ. والخطأ لا إله إلا الله. والتقليد يا أستاذ، والتأويل يا جدعان والإكراه. الحمار ده عدي. بهجة صابر قل لي، هل تنطبق علي حاجة من ال5 دول حتى تنجيني من الكفر؟ تفضل اتكلم. شوف انت كنت عامل لي ميوت، انا عمري ما عملت لك ميوت. انا عملت لك ميوت لما الحوار بقى بيني وبينك ما عملتلكش ميوت. اسمع يا كافر، اسمع يا كافر. سؤال وهسألك: هل هناك من يكرهك على اتباع السيسي وحبه؟ أنا أحبه حبا خالصا لوجه الله، لأنه رجل مؤمن وموحد بالله وحامي مصر من أنت بهجة صابر دي عاوزها تبقى حرب أهلية في مصر علشان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. والله وتالله بهجة صابر ده عاوزها تبقى العب دولة عشان الناس بتبعت وأنا مش عارف أجمع الشاشة وشوف تعليقات الناس. اسمع بس، اسمع يا كافر، اسمع يا كافر. بهجة صابر دي عاوزها تبقى حرب أهلية في مصر عشان يا يتبسط. شباب سألته سؤال خرج بره الموضوع خالص، سألتك سؤالا بنعم أم لا. ما تنساش تجيب مريم. هل أنت مكروه يا أستاذ أحا، يا شيخ أحا، هل أنت مكروه على بس والله ولا حول ولا قوة إلا يا شيخ أحمد، يا شيخ ممتاز، يا شيخ جميل، هل هناك من يكرهك على حب السيسي واتباع السيسي؟ لا أحد يكرهني على حب السيسي واتباع السيسي، أحبه من قلبي. لا إله خلاص. نعم أم لا يا غبي؟ لا أحد يكرهني. اقف. خد عندك دي بقى، خد عندك دي، خد عندك دي. هل هناك من يكرهك على اتباع قوانين الطاغوت التي لا تتبع أوامر الله ورسوله؟ هل أنت مكره على اتباع هذه القوانين؟ وماشي هرد لك دولة عبد الفتاح السيسي. ماشي. بتلف وتدور بالكلام ليه؟ والله العظيم يا جدعان، والذي رفع السماء بلا عمد هو يعلم أنه من الكافرين. باللقاء ده معاك هيكون اللقاء القاسم وهتخسر كل الناس اللي حواليك. والله العظيم إنك تعلم أنك من الكفار. يا بهجة يا صابر، ما يمنعك أن تعيش في بلد تحكم بما غير ما أنزل الله؟ لماذا لا تهاجر منها إلى بلد مسلمة؟ يلا رد على الناس. برافو عليك، بس الأول هجاوبك أنا. إحنا بنتكلم في حاجة وأنت تقول لي عايش في أمريكا ليه؟ طب نخلص اللي إحنا بنتكلم فيه وبعدين تسألني أنت عايش في أمريكا ليه؟ تعالى يا كافر، تعالى يا كافر، تعالى بالراحة. تعالى يا كافر. احترم نفسك، وقلت لك 5 موانع. هجاوبك أنا على السؤال. هل اسمع يا كافر، هل يوجد أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة هذا ليس دليل إسلامك أيها الكافر. لقد أعلنت كفرك من دي باتباعك لعبد الفتاح السيسي وحبك العظيم له. مصر كلها متبعة عبد الفتاح السيسي، كلها كفار. زنقتك صح؟ مصر كلها متبعة عبد الفتاح السيسي. اقف. لا اقف. ما تلفش. أتحداك
لا يا حبيبي، احنا بنتكلم عليك مش على مصر. اقف 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 اقف. اتحداك. بطل لف ودوران يا شيخ احا. لا اله، كل ما اجيب له حاجه لشيخ احا. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدر تقول مصر كلها كافره؟ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا أستاذ. رد عليا. كل ما اخدك لدلائل كفرك تخرجني باسلوب ملتوي كالحيه، ولكن كيد الشيطان كان ضعيفا. انت غلبان، انت شيطان يا ابني. مش لاقي حد فاهم يرد يا ابني انت شيطان كافر، شيطان يا ابني، وشيطان عبيط. يا ديم اخويا ديم، والله ربنا تعالى بقى انا فاهم حضرتك انت كافر ليه. طيب تمام. تعال. انا شفتك في لايف بتشتم في الامير محمد بن سلمان. انا عايز اقول لك السعوديه كلها محمد بن سلمان كافر، وسلمان كافر، وتركي الشيخ كافر، والعيال اللي بتشتغل في مركز اعتدال كفره، واللي بيأيدوا سلمان عن حب واقتناع مش خوف ورعب كفار.